يا دكتور انا تعبت، كل يوم فول عدس شاورما وبيتزا، وبعدين يقولوا عليا كمان قولون عصبي. عصبي ازاي يعني؟ ما انتوا لو حطيتوا بنزين في عربيه جاز هتفرقع برضه. اهدى بس يا كولونيل وعرفني ايه اللي بيحصل لك اصلا. مفيش يا دكتور، بعد الاكل بنص ساعه بيجي لي انتفاخ كاني حامل في توأم، وحرقان وتقل، واحيانا الواحد بيحس ان بطنه عامله حفله طبول افريقيه. سامع يا دكتور؟ بصراحه انت عندك حق تزعل، بس المشكله ان في ناس كتير بتبقى فاكره ان المغص او التقلصات قولون عصبي بس، وساعات المشكله الاساسيه بتكون ان الاكل ما اتهضمش كويس. اهو الله اكبر، اخيرا حد فهمني. انا مشكلتي مش في الاكل، مشكلتي في بواقي الاكل اللي بتجيلي. بالظبط، لما الاكل ما يتكسرش كويس في المعده والامعاء جزء منه بيوصل للقولون شبه نص مستوي، وهنا البكتيريا بتبدا تخمره فتعمل مغص، تقل، تقلصات وعدم راحه بعد الاكل، خصوصا بقى مع البقوليات والوجبات الدسمه والالبان والاكل التقيل عموما. يعني انا كده يا دكتور مش ببالغ لما اعمل ثوره بعد طبق الكشري؟ لا خالص، محدش غلطك، لان البقوليات فيها سكريات معقده الجسم ساعات ما بيعرفش يهضمها كويس، فلما توصل للقولون البكتيريا هنا بتبدا تعمل حفله باربيكيو. عشان كده بعد الفول الناس بتجري على الحمام كأن جواهم موتور 12 سلندر. بالظبط، عشان كده مهم نفهم ان الهضم مش معده وخلاص، الجسم بتاعنا بيكون محتاج انزيمات هاضمه عشان يكسر البروتين والنشويات والدهون والالياف واللاكتوز وحتى البقوليات، ولما الانزيمات دي بتقل المشاكل الحقيقيه بتبدا. طب والحل يا دكتور؟ لان الناس هتدخل عليا الفتره الجايه بمحاشي وطواجن وكوارع ولحمه وليله بيضه، وانا خلاص هعتزل. في الحاله دي ممكن نستفيد بمنتج ليميتلس دايجست ناو، فكرته انه في مجموعه من انزيمات هاضمه بتساعد الجسم يهضم الاكل بشكل افضل قبل ما يوصل للقولون. يعني مثلا في البروتييز اللي بيساعد في هضم البروتينات واللحوم، وفي اللايبيز اللي بيساعد في هضم الدهون، والاميليز للنشويات والكربوهيدرات، واللاكتيز لهضم اللاكتوز ومنتجات الالبان، والالفا جلاكتوزيديز، وده مهم جدا لانه الانزيم المخصص لهضم البقوليات زي العدس والفول والحمص، وده سبب الناس كتير بتحس بفرق في المغص والتقلصات مع اكل البقوليات والاكل التقيل. استنى، يعني اخيرا في حد هيمنع الفول انه يجيلي خام؟ بالظبط، الفكره ان احنا بنقلل كميه الاكل الغير مهضوم اللي بيوصل للقولون، بالتالي بنقلل التخمر والامتلاء، ونتيجه لده بنقلل الالم والمغص والتقلصات. يعني كده اخيرا هعيش يوم من غير ما ابقى بالونه هيليوم؟ ممكن جدا، بس كمان لازم تاكل بهدوء وتمضغ الاكل كويس وتقلل الاكل السريع، وطبعا ما تخليش اخر وجبه قبل النوم مباشره. طب والناس اللي بتاكل بسرعه كأن في حد بيجري وراهم؟ دول بقى بالذات محتاجين اعاده ضبط مصنع. فلو بعد الاكل يا اصحابي بتحسوا بالم، تقلصات وتقل وعدم راحه، فممكن المشكله مش القولون العصبي بس، ممكن الاكل اصلا مش بيتهضم صح زي ما حصل معايا كده. وطبعا مش هوصيك تسال متخصص لو الاعراض لسه مستمره معاك، واكيد دعم الهضم بانزيمات مناسبه بيساعد بفرق كبير مع ناس كتير. فقولوا لي بقى ايه اكتر اكله بتخلي القولون بتاعكم يعمل حرب ضدكم؟ وايه بس ما تنسوش تكتبوا لنا تحت في الكومنتات تحبوا نتكلم عن ايه الفتره الجايه.